نهاركم زين، صباح الخير الناس الكل. اليوم بدلنا هكا بالسبت ان شاء الله الفيديو. تو من بعد تعرفوا علاش باش نخلطوا على الترافو متاع السوناد ان شاء الله. كان ثم ترافو. خلينا في الفيديو هذا الاول. بكري هبطت منشور على الصفحة ان شاء الله. الصوت ساعة يكون واضح والصورة واضحة. الصورة عندي مريقلة، الصوت ان شاء الله يكون واضح. سامحوني كالعادة ما نجمش نقرا التعليق. قلت الفيديو الاول هذا ان شاء الله باش يكون مخصص لتقديم بعض الايضاحات حول الملف اللي حكينا فيه الاسبوع اللي فات نهار الأحد حول تقسيم السعادة. نبارتاجيو الفيديو ساعة ومن بعد نرجع نحكي. شنو سي عبد الجليل؟ تحياتي، نهارك زينة. تحب تعمل لنا مرافقة اليوم؟ مرحبا بخويا. يا خويا اسمع، شفت الفيديو؟ انت مواطن صالح واحد لازم نشوفه. ربي يستر، عايشك سي عبد الجليل، مرحبا بك. باهي على بركة الله. توضيح الأول دونك ثم بعض النقاط اللي تحصلنا عليهم المعطيات المتعلقة بتقسيم السعادة هذايا. الساعة نحن نرى المعطيات اللي عندنا بناخذوها كان من المصدر الرسمي، المصادر الرسمية. دونك عندنا المعطيات اللي تقالت في جلسة المجلس البلدي متاع 9 ديسمبر 2022 الدورة العادية الرابعة. عندنا بعض المعطيات تحيات. عندنا بعض المعطيات اللي تحصلنا عليها من الجهات الرسمية في الدولة كما وزارة التجهيز كما نتحافظوا على ذكر مصادرنا. على كل حال تبقينا معطيات رسمية، رغم نذكروا كان المعطيات الرسمية اللي عندنا. وعبر بريد الصفحة توصلنا مع في وسط الأسبوع مع بعض المالكين اللي في التقسيم هذا، معناتها عندهم نوامر وإلا كيف ما نذكروش تفاصيل كاملة. دونك النقطة الأولى تواصلنا دونك مع بعض المالكين في العقارات هذه اللي أو بعض الباعثين العقاريين أو ممثلينهم اللي أمدونا ببعض الحقائق وبعض المعطيات اللي دعم موقفهم. في البداية نحب نقول حاجة، رانا نحن مشكلتنا مع مجلسنا البلدي ومع بلديتنا، ما عندنا حتى مشكلة معاكم. انتم مالكين العقارات، من حقكم تملكوا، هذا حق دستوري، من حقكم تبنيه ومن حقكم تدافعوا على حقوقكم، من حقكم تمارسوا حقوقكم التي يفرضها القانون. واحنا كذلك كمواطنين وكمتساكنين في المنطقة هذه من حقنا باش ندافعوا على حقوقنا ومن حقنا باش ندافعوا على مستقبل أولادنا، وكل واحد يضرب على دربه. انتم عندكم بيننا وبينكم القانون، بيننا وبينكم المجلس البلدي ومداولة المجلس البلدي ولجنة اسناد الرخص. ما عندناش مشكلة معاكم وما نعرفوكمش وما عندكم حتى علاقة بينا، وهنا تواصلنا مع بعضنا وهنا خذينا من عندكم بعض الحقائق. هنا باش نوضحوها للأمانة باش ما نغلطوش الناس نحن زادة، وباش ما نعطيوش معطيات غالطة ولا معطيات منقوصة. المعطى اللي عندنا يتوفر عندنا نوضحوه للناس بكل شفافية وبكل وضوح، عكس المعطيات اللي ما تخرجش من المجلس البلدي نتاعنا. انا السيد الكاتب العام توجهت له بعض الاستفسارات، قال لي ما نجاوبكش، انت مواطن حاضر في الجلسه ما عندكش الحق تتكلم، وكلامه صحيح. انا نلوم الكل على المستشارين البلديين نتاعنا وعلى مجلسنا البلدي. وانا توجهت له السيد الكاتب العام في الجلسه، قلت وراك تغم فينا وماكش تعطينا في المعطيات كامل، وهذا اللي صار. انا تحصلنا على شويه معطيات من الناس المالكه في العقارات هذه، واحنا علاقتنا تقطعت بكل اعضاء المجلس البلدي وبرئيسته وبالاداره البلديه وبالفرق البلديه. ثم بعد نعطي توضيح واحد اخر في حكايه متابعه العمل اليومي نتاع البلديه حلق الواد. علاش صفحتنا ما عادش تتبع في العمل اليومي؟ تو نعطيكم علاش. الناس الكل تسال فيا عبر بريد الصفحه علاش وليت كانت تسب،
وعلاش كان وليت ما عادش تتعرض للنشاط العمل البلدي، ومش صحيح. حتى نعطيكم علاش. نرجع للمعطيات اللي تحصلنا عليها من المالكين نتاع العقارات، اللي قلت كما قلت من حقهم، راهو حق دستوري الملكيه وحق البناء، تبقينا بيننا وبينكم القانون. اولا العقار هذا باش يتم تقسيمه قطع، او هو مقسم افتراضيا، ما نعرفش على المثال الهندسي، قطع يحدها شارع البيئة من غاديكا وشارع النهج الشيخ النيفر والشارع هذا نهج البرتقال. دونك العقارات الكلها باش تكون منافذها على الطرقات هذه، باش تكون مقسمة دونك بالعرض، ما ثماش طرقات داخلية في وسط العقار، على عكس ما قال لنا السيد الكاتب العام للبلدية اللي الطرقات مهيئة في وسط العقار. مش صحيح، العقار مش يكون فيه طرقات الداخل. النوامر الكل باش تكون مفصولة عن بعضها بواسطة جدار سور، معناتها كل عقار مستقل وحده، يخليه كمسافة الارتفاق متاع الطرقات المعروفة، كل طريق ومسافة اللي يلزمك تبعد عليه قبل ما تبني قداش. دونك العقارات الكلها تقريبا حسب ما فهمت باش تكون مقسومة، ومداخلها الرئيسية واجهتها الكل على الطرقات هذه. دونك ثم عقار مثلا هذا باش تكون عنده زاوية يفتح على شارع البيئة ويفتح على الشارع هذا نهج البرتقال. من غاديك العقارات الاخرى باش تكون تفتح كان على شارع البيئة، شارع الفوا دو ترونت. من هنا العقارات باش تكون تفتح على شارع الشيخ النيفر. وهاتوا نشوفوا المهزة انه نهج الشيخ النيفر كيفاش تعطي فيه ار بلس 6، شنو هي المعايير، شنو هي مثال التهيئة العمرانية. هاي الناس الكل بانية ار بلس 2، علاش تعطي فيه ار بلس 6؟ هيك طالعة العمارات ار بلس 6 وار بلس 7 من غادي. هذه جرائم المجالس البلدية اللي نحكيو عليها. احنا ما عندنا حتى مشكلة مع الناس اللي تملك راهو، وما نعرفوهمش وما عندنا بهم حتى علاقة، ما احنا فهمنا عرفنا الموضوع وشلقنا به في مجلس بلدي. هذه النقطة الأولى. دونك ما ثماش طرقات في وسط المثال، في وسط قطعة الأرض هذه والأخرى، الكلهم يحلوا مباشرة على الطرقات. دونك كل نومرو كما العمارة هذيك اللي طالعة محوزة بسور، تبعد 4 متر على الأجوار ولا مانيش عارف المساحة قداش، تبعد على الطريق هكا بعد اللي مقابلتنا، يخلي مساحة خضراء دايرة دونك بالعقار هذاك، ولا يعمل طريق خاص بالدخول للعقار، أموره معناتها كل نومرو وحده مربوط، معناتها ماهوش ملك بلدي، مش باش يكون بعد ملك بلدي الطريق هذاك، ولا باش يكون مدخل خاص دونك ولا بالعمارة هذيك. دونك كمواطنين نحن كسكان لهنا ما يقلقناش. تبقى النقطة الرئيسية في الإشكال هذا اللي هي قناة الماء هذا اللي تشق العقار. هذا شنو باش تعملوا فيه؟ هذه حاجة. الحاجة الثانية بيننا وبينكم القانون، وبيننا وبينكم الربط بالشبكات. هاي المسافة اللي مخليتها وزارة الفلاحة وشركة السوناد تنوريوها قريب 3 متر ونص 4 متر، شق العقار كامل. كيف هذه نفس المساحة هذه هاكم تشوفوا فيها، هاي كم حوزة، من هنا عقار مبني ومن هنا عقار مبني، وهذه الحوزة متاع هذه حرمة تسمى حرمة القناة متاع الماء اللي متعدية لهنا. هذه اللي السيد الكاتب العام ما وضحها لناش. هاهم شوفوا فيهم الزوز حديدات الزرق، هذوكم الحوزة متاع القناة، هاي تشق كامل العقار بنفس الطريقة. هذه النقطة الأولى، المشكلة الأولى بيننا وبينكم. هذا شنو باش تعملوا فيه؟ وتو من بعد نهبط لكم على الباج الجرائم، مش الجرائم، الكوارث اللي صارت في الشبكة هذه متاع السوناد. راهي من عام الحرب شبكة قديمة، وصارت برشا تسربات تاع ماء كبيرة فيها قبل في 2019 و2020، والسوناد توا عاملة مشروع كبير، مشروع وطني لتجديد القناة هذه، تجيب الماء من وادي الليل ظهر لي حتى الكرتاج. وطو الفيديو الثاني ان شاء الله مخصصينه للاشغال هذه. باهي هاو البلديات تجاوبوا ظهر لي مع تو المتساكنين تابعين بلدية سكرة في نبدا واضحين، والمنطقة هذه قطعة الأرض في بلدية حلق الواد. هم ثم 3 حاويات تحطوا جدد من شركة فالوريا، وبلدية سكرة وبلدية حلق الواد الزوز متعاقدين مع شركة فالوريا. هنشوفوا بالله هذوما شكون اللي حطهم.
ما كانوش شركة فالوري، ما ثماش البلدية. ومحطوطين في منطقة حلق الواد. نتصور بلدية حلق الواد هي اللي حطت الثلاثة حاويات هذوما. المتساكنين هذوما تابعين بلدية حلق الواد، والمتساكنين الزويدية هذوما اللي تشوفوا فيهم تابعين بلدية سكر. على كل حال احنا نفرحوا اللي تحطوا حاويات خير من اللي تتصب الفضلات في العقار هذا. النقطة الثانية اللي نحب نوضحها واللي ما ذكرهاش السيد الكاتب العام في المجلس البلدي، وهي نقطة مهمة جدا وتصب في صالح الناس اللي تملك العقار هذا واللي باش تبني اللي هما ساهموا حسب كلامه. تو انا هذا ساهموا في انجاز مشروع تهيئة لفوا دو ترونت. يعني الشركة العقارية اللي تملك الرسم العقاري هذا الموحد ساهمت ماليا نحكي، وربما خاطر الطريق لفوا دو ترونس يشق الزوز نوامر يشق العقار، معناتها اكيد خذاو ثم انتزاع للمصلحة العامة ولا ما نعرفش، والا تفويت، والا في المسافة هذيك هانا ماشي اللي تفصلنا بين الزوز عقارات، وساهم ماديا حسب ما فهمنا في تهيئة لفوا دو ترونت. قال لك انا دفعت فلوس باش البلدية خدمت لفوا دو ترونت هذاك في البارتي هذه نتاع العقار نتاعي. هكا اموره واضحة، هكا يولي هيئة الطرقات الخاصة بالعقار نتاعو. البلدية كما قلنا في 2018 برنامج تشاركي هيئة الطريق هذا، وكيف في 2019 نفس المشروع هيئة الطريق هذاك اللي مقابلنا، نهج حب الملوك ونهج الليمون ونهج البرتقال حاصل ونهج تاع القوارص والفواكه الكل هيئتهم البلدية بالمال العام، وتلك جريمة أخرى. هذا التوضيح اللي يخص دونك تقسيم السعادة. هذوما زوز نقاط مهمين حبينا نوضحوهم للرأي العام باش ما نغلطوش الناس وما ناكلوش حق العباد. تو من بعد نحن جايتنا مجالس بلدية أخرى إن شاء الله في 2023 كان ربي أعطانا العمر وكان طول في أنفاسنا. دونك ريتوا البارتي هذه ما بهذاك العقار السعادة 2 وهذا العقار السعادة 1 ولا السعادة مع بعضهم الكل حاسين يشقهم لفوا دو ترونت. مالك الرسم العقاري هذا قال لك أنا ساهمت وأعطيت للبلدية وموثق، ما عنديش الحق الرقم المساهمة المالية نتاعو في تهيئة الطريق هذا في الجزء نتاع اللي شق زوز العقارات نتاعو. كيف العقار دونك الرسم كان لاصق، كان قطعة واحدة تقسم على 2 واضحة، هذا باين للعيان. دونك ثم لهنا كيف انتزاع للمصلحة العامة والا تفويت من السيد في المساحة هذه والا البلدية عوضت. وتو نستفسروا في المجال جايتنا ان شاء الله دورة تمهيدية، تو نستفسروا على كل هذه المعطيات التي غفل عنها السيد الكاتب العام او تغافل عنها او لم يرد توضيحها، او هاي المعطيات بدأت تخرج بشوي. تو كل مرة نعطيكم المعطيات جديدة، واحنا عندنا شوية معطيات نتحفظوا بها. هذيك من قلت لكم من الفيديو الفارق لغاية في نفسي يعقوب حتى نشوفوا لجنة اسناد الرخص شنية باش تبط في الامر هذا. واحنا عملنا مطلب نفاذ للمعلومة باش نتحصلوا على محاضر الجلسات نتاع الجلسة التمهيدية الجلسة العادية الرابعة للمجلس البلدي، صبيناه المطلب نهار الجمعة وباش نطلبوا الوثائق لكل الملفات نتاع هذه ونشوفوا رد البلدية ان شاء الله يعطيونا الساعة يتجاوبوا مع مطلب النفاذ للمعلومة اللي تقدمنا به، وان شاء الله يعطيونا الوثائق وماناش مسلمين. بيننا وبينهم ان شاء الله المحكمة الإدارية كان صدر قرار في الغرض من المجلس البلدي بكى يسمحوا للمالكين لهنا والباعثين العقاريين بالشروع في البناء دون الربط بالشبكات. احنا هذه ما باش نتغافلوا عليها، القانون يفرض الربط بالشبكات، اربط بالشبكات ومن بعد طلع على روحك عماراتك وبيع، صحة وفرحة، ماناش حاسدينكم وربي يبارك لكم ان شاء الله. ما دون ذلك
بيننا وبينهم المحكمة الإدارية إن شاء الله. وكيف كيف أملنا الأخير هو صحيح أمل ضعيف والكل في لجنة إسناد الرخص تابعة بلدية حلق الواد باش نتبعوا الملف، ومش باش يكون مع المجلس البلدي هذا بإذن الله، حتى لو كان نومروا لهنا ولا زوز تبناو تبقينا لبقات للنوامر الآخرين تو نحاربوا عليهم مع المجالس القادمة. احنا باقيين وهما إن شاء الله إن شاء الله تكمل عهدتهم على خير. وللحديث بقي. هذا ملف تقسيم السعادة ونسكروه. نجيو بالله للتوضيح الثاني اللي حبيت نتوجه به للسادة أعضاء المجلس البلدي والسيدة رئيسة البلدية. رانا ماناش في خلاف شخصي معاكم، رانا ماناش في خلاف شخصي معاكم، رانا نحن في خلاف مع وظيفتكم اللي تمارسوا فيها ومع الخطط نتاعكم المسندة ليكم في المجلس البلدي. رانا نحن أخي في خلاف مع السيدة رئيس بلدية حلق الواد، ماناش في خلاف مع السيدة أمال الإمام كشخص. نحن في خلاف مع رئيسة بلديتنا وخلاف في وجهات النظر، كيف نحن نجم نكونوا أصحاح وهي غالطة، كيف هي تنجم تكون على حق وإحنا غالطين وظالمين. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، هذه حاجة لازمها تكون ثابتة. رانا في خلاف ما هوش شخصي، في خلاف حول وجهات النظر تتعلق بالعمل البلدي، ومن حقنا كمواطنين نتغش، ومن حقنا نسب، ومن حقنا أنا بيني وبينكم دفع الضرائب، وهذا أنا موظف الدولة تقص من غادي لغادي، واجبكم علي أني ندفع أداءاتي البلدية. شهادة البراءة عندي، أموري واضحة خالص حتى ل 2021 ل 2022 سامحوني، شهادة البراءة في جيبي. النقطة الثالثة أني نمشي وننتخب، هذا اش طالب مني، هذه واجباتي كمواطن. هذوما ثلاثة في العمل البلدي، ندفع أداءاتي وندفع الجباية المحلية متاعي ونمشي ننتخب ممثلين اللي يمثلوني. ثلاثة قمت بهم، توا باش نمارس حقي في النقد وتقديم المطالب والتقييم. وكان الزم نسب، واللي انا نسب مانيش في الشخص، واللي حاجته يمشي يشكي ياخو حقه. ما قالوا لي تعلم اشكي وبرا انت يشكي، انا ما نشكيش. انا شكيت لما حالة بالبلديه في مواضيع معينه وما زلت باش نشكي في التقسيم هذا، وهما كان يحبوا يمشيوا يشكيوا. مرحبا. نرجع السيده رئيسة البلديه نعزها ونقدرها ومربيه فاضله ومرأة من أعز الناس وبقلب راجل، ومزيتها ما ننساهاش فوق راسي وقت اللي توفى الوالد الله يرحمه، ما ننساهاش مزيتها. تبقينا كل حاجة في بلاصتها. وأنا قلت لو ريتو كانت تتعاود انتخابات بلدية توا ما نلقاش خير منها باش نصوت لها راهو على أشخاص هكا، وتختار شخص راهي هي الشخص الوحيد توا في المنطقة اللي تنجم تكون رئيس بلدية. هنا شفنا الانتخابات التشريعية وشفنا الناس اللي تقدمت، وهنا شفنا تو على شنو باش ننتخبوا على شخص واحد. دونك هذيك النخبة اللي عندكم في المنطقة بشبكة العلاقات اللي عملتها بالخبرة اللي ولات عندها المرأة 40-50 سنة عمل بلدي راهو بالمرتاح، خدمت مع المنظومات اللي تتخيلوها الكل، وخدمت مع الوالد يرحم. معناتها لو كانت تصير انتخابات توا اقسمت بالله العظيم انا نهز الورقه وعن جداره وباستحقاق ونحطها هي رغم الخلافات معاه. انا قلت انا في خلاف معاه على مسائل تهم العمل البلدي راهو. كيفها كيف 99% من اعضاء المجلس البلدي الكل ما عندي ما نقول فيهم، والكل كاشخاص ما عندي ما نقول فيهم، لكن كمواطن وكدافع ضرائب من حقي اني او كلب سايب ظهر لي تغشش من الكلام. من حقي اني ننقد ونعبر ونقيم ادائكم. تو انتم دخلتوا في المنعرج الاخير نتاع العهده نتاعكم، دخلتوا في ال6 شهور الاخرى
انا تو من حقي باش نمشي ننتخب ناس جدد، وباش ننتخب مجلس جديد، وباش نشارك في الانتخابات القادمه كان صارت هذه الساعه. من حقي اني نقيم من 5 سنين نتاعكم، وباش نقيمها وفي المباشر، ما دام ما تخليوناش نتكلموا في المجلس لا في الجلسه التمهيديه. قصيتوا علي اخر مره وربطوني بوقت اللي انا 4 سنين نحكي ونحضر في المجالس البلديه، ما عمركم ما ضغطوا علي وخليتوني نتكلم للاخر. ثم تحول توا صاير في المده الاخر. هاو عندنا الفيسبوك وعندنا صفحتنا ونتكلموا احرار، ولا واللي عنده اي مشكله يمشي يشكي كما قلتوا لي، يتعلم يشكي. انا ننقدوا نحن. دونك نحب نوجه بالله كلمه للسيد الرئيس، راهي معزتك والله كأخت كبيرة، في مقام الوالدة، ربي يفضلها. معناتها ما عندي معاك حتى مشكلة شخصية، راهو خلافاتنا الكلها على مواضيع تهم العمل البلدي، كيف أعضاء المجلس البلدي. وهاو باش نعملوا فقرة إن شاء الله على الصفحة متاع تقييم برامجكم الانتخابية الكل، اللي إن شاء الله الشارج يكفي متاع التليفون، لأن عندنا نقطة ما أهم نعتبرها من الكلام هذا، لكن على مراد الله لازم توضيح. الله غالب مش نتبعوا مشروع تجديد شبكة الماء الصالح للشراب اللي تشق العقارات هذه الكل اللي تشوفوا فيها، اللي الصناد واحلة فيها توا ويعلم بهم كان ربي المقاول كيفاش واحد وحلة أمها زرق. دونك باش نعملوا فقرة إن شاء الله على الصفحة متاع تقييم البرامج الانتخابية متاع القائمات الكل، متاع الناس اللي بقات تخدم في المجلس، متاع الناس اللي هربت، متاع الناس اللي استقالت، متاع الناس اللي هاجة لبرا في الخارج، متاع الناس اللي دخلت توا العام الاخراني في تعويض القائمات مستقيلة ولا قائمات، في تعويض الناس توفات، في تعويض الناس هربت. الكلنا باش نعملوا تقييم شخصا، ومن حقنا كمواطنين وكدافعي ضرائب وكناخبين، من حقنا انتم ترشحتوا تتحملوا مسؤوليتكم. احنا توا من حقنا باش ننقدوكم وباش نقيموكم. انتم راكم توا لهنا النخبه نتاع ابناء المنطقه، ما دامكم في مجلس بلدي، هذاكم انتم اللي تمثلون. ترشحتوا انتم توا شخصيات عامه، دونك لازمكم تتحملوا التبعات نتاع برامجكم الانتخابيه ووعودكم للناس، القائمات اللي ترشحتوا فيها، انسلاخاتكم، انسحاباتكم، استقالاتكم، باش نقيموكم واحد واحد باذن الله. ولا الحديث بقي، وهو باش يبدا التقييم من اليوم باذن الله. انا كنت حكيت قبل كي نتبع في مشروع تهذيب حي الشواش، حكيت على اللجان اللي قاعده تخدم والناس المستشارين البلديين اللي قاعدين يخدموا. الناس اللي باش نذكرهم توا لو كانت تصير انتخابات على القوائم ولا على الافراد، يبداو في قائمه واحده نختارها وعيناي مغمض، يبدا ترشح على الافراد. انا قلت لكم من توا باش ننتخب رئيسة البلديه الحاليه مدام ليمان، رغم الخلافات معاه ورغم العرق ورغم ما نتكلموش عنا قريب عام وما نتواصلوش قريب عام الا في المجلس البلدي، ورغم العياط ورغم الصياح اللي يصير ورغم التشنجات الكل باش ننتخبها، ما عنديش حل اخر كمواطن. وانا ذكرت علاش الخبره نتاعها، شبكه العلاقات اللي عملتها، ال5 سنين اللي عداتهم هذوما راهم يعوضوا 20-30 سنه خبره بالمرتاح. راهم ال5 سنين هذوما العمل البلدي في الظروف هذيا وفي الوضعيه نتاع البلاد، اقسمت بالله العظيم ما عندكش فكر على التراكمات اللي عملتها نتاع الخبر. دونك السيده رئيس البلديه هذيك خط احمر من الخطوط اللي عندنا معناها، رغم كل شيء ورغم ها النقد اللي تشوفوا فيه ورغم تبقينا ما ثماش تو في المنطقه ما خير منها باش تكون رئيس بلديه. ان شاء الله الساعه تترشح راهو، لانه مش سهل القرار اللي باش تاخذه من صحتها ومن وقتها ومن عائلتها وبرشا معطيات. دونك احنا نتمناو الساعه تترشح، ان شاء الله تصير انتخابات وكاو، وان شاء الله الحس يكون واضح. خاطر الصوت هاكم تشوفوا اليوم سبت لفوا دو 30 عامر مش كما نهار الأحد. دونك نرجعوا لموضوع اللجان. هم في الجلسه العاديه الرابعه تخيلوا في اخر عهده المجلس البلدي عاودوا قسموا اللجان وعاودوا وزعوا المهام ما بيناتهم في اخر 6 شهور.
ورغم اعتراضنا ورغم تحفظاتنا والكل ورغم كلامنا، وباقي يقسموا في المهام، وباقي يقسموا في الادوار، وباقي يقسموا في الكعكه، وباقي يقسموا في اللجان. لكن ثم حاجات غريبه، لكن نعطيو الناس حقها. الساعه عندنا لجنه الاشغال والتهيئه العمرانيه، كيف ختم الخطوط الحمراء بتاع المجلس البلدي هذا. سي محمد طن ربي يذكره بالخير، رغم الخلافات معه ورغم توا العلاقة مقطوعة بيناتنا عندها مدة، ورغم التواصل كيف بقينا لكل ذي حق حقه. تختلف مع الإنسان، لكن يا صاحبي تعطيه حقه. الإنسان خدم، أعطاه من وقته، أعطاه من جهده، أعطاه من ثم ناس أعطاه تحياتها اللي هو المقرر متاع اللجنة هذه. خونا نجم الدين الفهري الله يرحمه، المشاريع اللي تتنفذ الكل توا عنده يد فيها والحمد لله، وإن شاء الله في ميزان حسناته. وهاو تخيلوا بعد ما توفى بعام ولا عام ونص مازالت العباد ترحم على والديه. هذاك اللي يبقى، هذاك اللي يبقى راهو. الرسالة هذه نحب نوجهها لأعضاء المجلس البلدي الكل. هذاك اللي يبقى. هانا السيد توفى الله يرحمه، ومازلنا نرحموا له على والديه لتو اليومنا هذا. ظهرني ما خيرش من الرسالة هذه. توفى الإنسان، انقطعت علاقتي به تماما، انقطعت أي مصلحة بيني وبينه. هو في عالم آخر أكيد أفضل منا، وإحنا في عالم هنا عايشين اللطف في المنكرات والعياذ بالله، وفي الحرب على من جريمة لجريمة. دونك اللجنة هذه اللي هي لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية والمشاريع أنا نتبعوا فيهم، ومازال ثم مشروع التشاركية بإذن الله نتاع 2019 و2020 و21 و22، مشروع مجمع التشاركيات الكل جمعوهم في مشروع واحد كبير مليارات. انا صحيح ضد التوجه نتاع تجميع التشاركيات، لكنه راهو اقسمت بالله العظيم مشروع باش يغير وجه المنطقه. وتو تشوفوا منطقه خير الدين كلها باش تتعاود الطرقات، باش نشيخ وزفت. حاشاكم سامحوني في الكلمه ولو اني نحبها الكلمه هذه. وتو تشوفوا خير الدين كيفاش، وتشوفوا حلق الواد كيفاش باش تولي بمشاريع التشاركيه. الله غالب مشروعك التصريف مياه امطار تعطل ان شاء الله يتحرك. الخدمه هذه كلها صارت في المجلس البلدي هذا، وفي لجنه الاشغال والتهيئه العمرانيه ولجنه الشؤون الماليه. تو نذكروهم بعد، تو نجيو. ثم خدمه كبيره صارت في اللجنه هذه ما ننكروش. لازمنا نعطيو حق العباد، ولازمنا نقيموا، ولازمنا اللي يخدم نشجعوه ونقفوا معاه رغم الخلافات. كل حاجه في بلاصتها. اللجنة هذه دونك كيف لجنة خط أحمر، وبالترتيب راهو اللي جالي نذكر فيهم حسب العمل. اللجنة الثانية هي لجنة الشؤون المالية ومراقبة التصرف. خونا منظر الصغير المقرر متاع اللجنة انسحبت من أول العهدة. ما أختنا ريم الغول الله يذكرها بالخير، وإن شاء الله ربي يوجهها الخير. ما نعرفش والله لطول نعرف وضعيتها في المجلس البلدي، ما هيش مستقلة وما تحضرش، ومقرر متاع اللجنه دي ما نعرفش تبدلت الصفه متاعها ما تبدلتش ما نعرفش. وعندها لجنه اخرى راهي قاره كانت ماخذتها اللي هي لجنه الشؤون الاداريه حاجه من هكا. دونك خونا منظر صغير كيف لولا هو ولولا الاحاطه متاع السيده رئيسه البلديه ما كانتش تتم الميزانيات متاع البلديه. راهو خدمه ميزانيه البلديه ماهوش امر سهل، وراهي اجتماعات، وراهي مسار طويل ومعقد ويستنزف الصحة ويستنزف الوقت ويستنزف المجهود. نحب نشكره بصفة خاصة رغم خلافي الشديد معاه. راهو على الصفحة راني نذكر فيه، نوجه له في غمزات وهو يعرف روحه وشنو يدور ما بيناتنا في المجلس البلدي. والناس اللي حضرت في المجالس البلدية تعرف كي نغمز الحد في فك التدوينات متاعي اللي نهبطهم بالموف. دونك هو واحد منهم، ورغم الخلاف راهو كبير معاه خلافات جوهرية. تبقينا انسان خدم وانسان عطاء وانسان تعب في ال5 سنين نعطيه حقه. الاشخاص هذوما كنت لو كان يجيو في قائمة واحدة ننتخبها وعيني مغمضة. انا اللي باش نذكرهم توا هاني ذكرت ثلاثة منهم، وواحد توفى الله يرحمه، السيد الرئيس سي محمد تونسي، نجم الدين الفهري، وخونا منظر الصغير. الفيديو باش يطول مش مشكلة، هاو موجود للتاريخ على الصفحة، وهاو تقييم شخصي مني لأعضاء المجلس البلدي كناخب وكدافع للضرائب ومن حقي، وخليه يطول الفيديو مش مشكلة. اللجنة
الثالثة هي لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية وذيك والتعاون الدولي اللي ترأسها السيدة إلهام حماد. كيف خلاف معاها جوهري وخلاف عميق ونختلفوا في الآراء وفي وجهات النظر، لكن لا يفسد للود قضية. والمرأة خدمت في ال5 سنين. صحيح رأي اللجنة كمواطن مش نستفيد منها شيء. كي تمشي تعمل لي اتفاقية مع بلدية متاع تركيا ولا بلدية من إيطاليا ولا بلدية من الكوت ديفوار، وإلا تعقد لي المشروع متاع التراث اللامادي الحلق الوادي اللي متعطل لا محالة، بقينا مشيت فيه. كما تعمل اتفاقيات مع جمعيات دولية ومنظمات دولية لإحداث بعض المشاريع اللي تعتني بالصحة كما السونتر متاع خير الدين دونك اللجنة هذه كيف خدمت. صحيح كمواطن أنا مانيش نربح منها شيء، لكن هذيك لجنة، هذيك طبيعة المهام نتاعها، هذيك طبيعة دورها، قامت بدورها، مارست دورها وخدمت وأعطات كيف من جهدها ومن وقتها ومش بالسهل. نعرف وكل الاجتماعات وكل كلاوديا كاردينال اللي زار كلها كانت عندها فيها دور. صحيح الرئيسة دورها يكون فاعل وناجز واهم دور، بقينا كرئيسة لجنة كيف عندها دور كبير ودور بارز في التظاهرات هذيك اللي صارت الكل، نعطيوها حق. زوز مستشارين بلديين اللي باش نذكرهم ما عندهمش لجان قارة وما همش رؤساء لجان، لكنهم المساعدين للسيدة ولا نواب رئيسة البلدية اللي هما يترأسوا الدوائر اللي عندنا في بلدية حلق الواد. سي الحبيب الكسوري رئيس، لأن نبدأ بسي الهادي ميلاد رئيس دائرة حلق الواد، وسي الحبيب الكسوري باش ما يقولك بدا بالعوين، وسي الحبيب الكسوري رئيس دائرة حي الطيب الميري اللي هي معروفة دائرة العوين. هذوما زوز من الناس كيف مادامهم رؤساء دوائر، ومادام العمل نتاع الدائرة العمل اللي تقدموا للمواطنين تقريبا أغلبه إداري، ومادام الناس ما هيش تشكى من العمل الإداري في الدوائر، ومادام الأمور مريقلة أنا نعتبرهم نجحوا في مهامهم، ما عندناش مشاكل مع حتى رئيس دائرة. وسي الحبيب الكسوري أنا فين نمشي في أي شانتي ونتبع ونشوف ونلاحظ في الكياس نراه نشوف ونتهنى يا خوي نطمئن. كي نشوف رئيس دائرة بالخدمة اللي خدمها هذيك أنا اطمئن، وهاني في خلاف معاه وفي آخر جلسة قريب يطرد، لكن كيف كل حاجة في بلاصتها. وهاو من توجه سياسي واحد آخر معناتها من هذا. خلينا فك علينا من السياسة، هاي خلينا في العمل البلدي. الناس كل تعرف سي الحبيب منين وأنا منين، دونك لا فائدة في ذكر نتعرضوا للسياسة. دونك السادة رؤساء الدوائر كيف نعتبرهم نجحوا في المهام الموكولة إليهم، ومن الحق 5 سنين تعداو ما ريتش مواطن تشكى من الخدمات في الدوائر البلدية وإلا تشكى من السادة رؤساء الدوائر قليل ياسر، ولذلك أنا باش نعتبرهم نجحوا. ثم عضو آخر أنا انتخبته شخصيا ونعتز به برشا، وصديق الوالد الله يرحمه وعنده معزة خاصة في قلبي، لكن وانتخبته سي محمد عون رئيس قائمة النصر. احنا رانا في مرحلة التقييم سي محمد ومن حقنا، ومعزتك تعرفها والتقدير والكل رغم العرك والمعروك معاك ديما في المجالس البلدية، لكن للأمان وللتاريخ صحيح ما قدمش راهو برشا خدمات على خلاف بقية الأعضاء اللي نحكي عليهم، وهو المساعد الأول للسيدة رئيسة البلدية، وتقريبا تعطات له لجنة من خدمة حتى نهار، وأنا كنت اللجنة هذيك نعتبرها جريمة في حد ذاتها. ما علينا مش موضوعنا، موضوع الباركينج نتاع البحيرة 2 اللزمة هذيك، تو نرجعوا له الموضوع. دونك سي محمد عون كي يبدا حاضر في مجلس بلدي، رغم اللي نتعارك معاه في المجلس هذاك، وساعات راني نخرج ونخليها لهم نسب ونخرج، سامحوني في الكلمة. تبقينا كي يبدا سي محمد عون عادي نخرج وانا قلبي مطمئن على المداولات وعلى اللي باش يصير، وياما مداولات رجعهم سي محمد عون وسي محمد طلب، هذوما الزوز اللي يهزوا يديهم وتاقف المداولة، مش تتعدى يسجلوا له التحفظ نتاعه ولا حاجة، لا تاقف المداولة وتتعدى المزيد الدرس وعرضها على اللجان وترجع في نهار آخر. ما يقلقوش سي محمد عون وسي محمد تنكي وقفوا مداولة، وصارت راهو حضرتها واخرتها
المداولة كمتاع الرومبوان بيعان التفويت في الشراء. البلدية باش تشري رومبوان من عندك المواطن، جزء من الحوزة متاع الرومبوان. شكون اللي وقفوا المداولة هذيك المهل؟ وقفها سي محمد عون وسي محمد طن. أنا قلت لكم كي يبداو حاضرين الزوز نبدا مطمئن. عادي تخرج من المجلس البلدي ما تخافش، ما يقلقكش. عندك تعرف صناديد والتالي ما تخاف كم من رب. صديق اخر ومستشار بلدي كملنا مع سي محمد عون، عاشرته بصراحة وعاشرته حتى افتراضيا، معناتها صديق على الفيسبوك والكل. أكثر مستشار بلدي تواصلت معاه، وأكثر مستشار بلدي اتفاعلت معاه، وأكثر مستشار بلدي يعني نعتبره شاب كيفي وفرد عمر في نفس خونا ربيع الكسوري، وعاون برشا على صفحة البلدية إلى اليوم. معناتها المنشورات اللي تشوفوا فيها نتحفظ على ذكر بعض التفاصيل. تبقينا كيف لكن ظروفه والله غالب كيف ما عنديش الحق نحكي فيها، ظروفه الخاصة والكل. تبقينا كان ينجم يعطي إضافة كبيرة برشا للعمل البلدي، كيف الأخت ريم الغول الله يذكرها بالخير. لو كان جات حاضرة كانت تمثل جدار صد برشا مداولات، نأكد لكم ما كانش تتعدى كيف. هذا تقييمنا لأعضاء المجلس البلدي هذوما اللي حبيت نذكرهم اليوم، ومازال طب تعرضوا لهم بإذن الله بالمستشار. هذا تقييمي الشخصي، راه ما يهمني كان أنا وما يعنيني كان أنا كشخص. صعيب ياسر يخلوني نعبر عليه في مجلس بلدي، وصعيب ياسر في التشنجات اللي تصير هاني باش نعبر بيه كمواطن. من حقي كناخب الصفحة تتبع مهتمة بالشأن البلدي، نتبع في العمل البلدي، عندي سنين ناخب دافع لضرائب، نخلص في جبال المحلي نتاعي باش نقيم وباش ننقد. هذوما الأعضاء المجلس البلدي لو كان يجيو في قائمة انتخابية المجلس البلدي القادم نحطها في الصندوق وضميري مرتاح وانا متهني، ما خايف من حتى شيء. واضح؟ وهاني في خلاف راهو جذري وعميق معاهم الكل اللي ذكرتهم، الكل في خلاف معاهم، راني تو ما نتواصلش معاهم وهو كربي يشهد وهما يعلموا. تبقينا كأشخاص ما عندي ما نقول، نختلف معاهم في وجهات النظر حول العمل البلدي في المدة النيابية هذه. في المدة النيابية الجاية الله أعلم كيفاش تكون توجهاتهم، كيفاش تكون قراراتهم، وكيفاش تكون المداولات معاه. طولت مش مشكلة سي عبد الجليل، والله أنا ما عندي ما نعمل، أنا فاضي شغل اليوم خص. لا طول على المشاهدين تو شوف أنا كنت مخصص الفيديو لحاجة حكاية أخرى خالص، لكن المعطيات اللي عندي وراني على الصفحة والسؤالات اللي تجيني والواحد الكل نحب نجاوب عليهم في المباشر للناس الكل. خويا احنا نشكر فضلك على العمل الجبار اللي تقوم به. يطول الفيديو ولا ما يطول سي عبد الجليل والله ما يقلقني، مش مشكلة، جوست ان شاء الله الشارج يكفينا للفيديو الثاني. بالعكس يعطي برشا معطيات زايدة، اما نحسه يقلق شوية، يعطي اللي يتبع ما يمكن الله غالب سي عبد الجليل. انا قلت لك انا تخيل هذايا الكلام هذا نقوله في مجلس بلدي ما نجمش نقوله، مش يعطيوني الوقت ومش يعطيوني دونك. ما عندنا كان هالفضاء الافتراضي هذا الفيسبوك، الفيديو هاو موجود للتاريخ وهاو مرشوم على الصفحة، اللي يحب يتفرج فيه الكل مرحبا، اللي يحب يتفرج في دقيقتين مرحبا. احنا هذايا الفيديو نعتبره انا شهادة للتاريخ، هاو موثق وشهادة للمجلس البلدي هذا والمجالس اللي باش تجي القادمة باش تعرف علاش قادم. بإذن الله ماناش مسلمين في حقنا وباش نبقاو نمارسوا. هاني باش نقولها راني مانيش مترشح، والله لاني معني لا بأي انتخابات، لا تشريعية لا بلدية لا مجالس أقاليم لهم يحزنون، باش نمارس حقي كمواطن عبر صفحتي على الفيسبوك، عبر حسابي الخاص، وفي المجالس البلدية وفي المجالس الجهوية كانت عملت. ما دون ذلك والله لا عندي حتى مسرح ولاني مترشح. هاي يا سيدي تعديت الانتخابات التشريعية وهاي كانت سهلة مهلة، نجم نجيبهم 400 تزكية بالمرتاح ولا نصرف فلوس ولا تمويل ولا حتى شيء.
عائلتي بركه اللهم صلي على النبي فيهم اكثر من 400 ناخب. تبقينا مش ما هو الجوي. الله يهديك سي عبد الجليل، قسيت عليا ربيع افكاري فهمني، تو مانيش عارف كيفاش باش ودخلت في موضوع واحد اخر ما كانش مبرمج. باهي باش نكملوا التقييم يا سيدي نتاع اللجان، تو نخليو ان شاء الله الفيديو واحد اخر. مشروع التشاركيه حكيت عليه، اصبروا على مشروع التشاركيه. انا اللي غايظني انه صعيب ياسر كان يكمل في العهده نتاع المجلس البلدي هذا. دونك مشروع التشاركيه هذا اللي تخدم بالدم واللي ناس ضيعت اعمارها فيه وضيعت، الله يرحمه خونا نجم الدين مره اخرى، وسي محمد طن وسي المنظر ومدام الامام وحتى السيد الكاتب العامره، وكان عنده دور الحق بتاع ربي. رغم الخلافات ورغم كل شيء تبقينا ما يحقليش باش نقيم الكاتب العام، هذاك مش من مشمولاتي، هو اطار بلدي ويخدم في خدمته وظيفه، هذاك مش من دوري. انا من دوري نقيم الناس اللي يمثلوني اللي انتخبتهم. دونك استناو مشروع التشاركيه يا جماعه نتاع 2019 2020 21 22، وتذكروا كلامي. تشوفوا النقله النوعيه في البنيه التحتيه اللي باش تصير في المنطقه، وخاصه في حلق الواد وخير الدين. وتذكروا كلامي، هاي مرسوم، نعطيو الناس حق، ناس خدمت المشروع هذاك. تذكروه كي يكمل وينطلق، وباش ينطلق باذن الله خذا الموافقه نتاع لجنة الصفقات الجهوية باذن الله، خذا المصادقة في أول شهر ديسمبر هذايا، والمقاول توا باذن الله باش يسجل العقود نتاعو وباش ينطلق في الأشغال باذن الله في القريب العاجل. المجلس البلدي هذا باذن الله باش يخلط على انطلاقة المشروع. وقتاش يكمل هذيك عالمة عند ربي. مشروع كبير راهو 3 مليارات ونص. أنا نحاربه في الكلاب السيد بس يا عبد الجليل. ولاد حوا مساء. دونك بعد المشروع التشاركي نرجعوا لمتابعة العمل اليومي. علاش الصفحة نتاعنا صفحة أحرار حلق الواد والعوينة مشي لا يجري. دونك علاش الصفحة نتاعنا ما عادش تتبع في العمل اليومي للبلدية والمصالح البلدية والفرق البلدية. وبرشا أسئلة تجيني على صفحة البلدية، علاش على صفحة أحرار حلق الواد والعوينة سامحوني، علاش ما عادش ثم متابعة للعمل اليومي للبلدية. راهو ما عنده حتى علاقة هو نظريا بالخلاف اللي بيني وبين رئيسة البلدية وبين المجلس البلدي، لكنهم مربوطين ببعض. أنا راني ما كنتش نصور كل شيء، ولا أنا مختلف الفرق البلدية كانت توثق أعمالها، توثق خدماتها، توثق نشاطاتها، وتبعث لي إما بصفة مباشرة على حسابي الخاص ولا صفحتي، وإلا على حساب السيدة الرئيسة، وهي تقوم بعد تبعث لي، وإلا عن طريق خونا ربيع الكسوري كما قلت اللي يبعثوا له مختلف الفرق البلديه. راهو المقاولين اللي تشوفوا فيهم هكا شغال البسنه المناوله الكل يبعثوا تصاور ويوثقوا خدماتهم ويبعثوا بالطبيعه. العمل اليومي مستمر في بلديتنا، راه ما انقطعش. تمنيت انا خرجت من صفحه البلديه، الناس الكل تعرف الروايه، بعدك الخلاف على حكايه منطقه البحيره 2 انسحبت بكل هدوء. انا كانت كلمه بيني وبين رئيس البلديه وفصلناها كيف بكلمة، احترمنا الميثاق متاعنا والحمد لله، ما تجاوزناش حتى مرة صلاحيات اللي عطتهم لنا رئيسة البلدية. عاوننا بلديتنا باللي نقدروا خاصة وقت الكورونا والكل، وانسحبنا بهدوء وقت اللي ثم خلافات. ما بش ما ولا عمري استغليت الصفحة متاع البلدية، ولا عمري نشرت منشور خاص ولا حتى شيء، والحمد لله. باش نبداو واضحين. دونك انا التصاور ما كنتش نصور وحدي، الحقاني فسرت لكم الوضعيه كيفاش. اغلب الصور كانت تجيني مخدومه، راهو نخدم على روحي وموظف انا في الدوله من 8 ل 5، عندي الحق في ساعه بتاع فطور ما حتى توك يعرضوني الفرق والكل بردت بصراحه باش نهبط ونصور، بردت ما عادش تساعد الحكايه، وما عادش
الكيف طار. تبقينا هاو علاش الصفحة ما عادش تغطي في العمل اليومي متاع البلدية. ان شاء الله الاجابة تكون هاني جاوبت الناس الكل اللي عبر بريد الصفحة واللي ما نجمش نجاوبهم الكل. اخويا تحبوا تتبعوا العمل اليومي متاع البلدية ان شاء الله تكون صفحة البلدية ولو انها تقريبا ميتة. اخر منشور عنده جمعة. احنا هاني الوقت اللي عندي والفتريفة الفراغ يا اما في نهاية الاسبوع يا اما فاك وقت الفطور كان تلاحظوني كي نهبط فيديوهات من المشاريع متاع البلدية سواء المسك الصحي ولا حي الشواش والا فضاء دار دار كبار السن والمتقاعدين في العوينة والا مشروع التنوير تجديد شبكة التنوير العمومي في حلق الوادي اللي انطلقت. دونك هذوكم الكل يا اما نتبعهم نهاية الاسبوع يا اما وقتك الفطور متاعي والراحة كسويعة من زمان اللي يعطيوها لي. هاكا واحد منه يهبط الحلق الوادي يعمل فطور ويعمل ضريبة تصوير ولا يهبط للاك ولا ايه. هذه القصة تقريبا كاملة. هذوما النقاط اللي حبيت نوضحهم اليوم ومازال بإذن الله بيناتنا الفضاء الافتراضي هذا ومازالت عندنا مجالس بلدية ان شاء الله كان خلاونا نتكلموا. هذوما النقاط تقريبا اللي حبيت نوضحهم الكل في الفيديو الاول. ولنا عودة بإذن الله مع فيديو آخر باش نتبعوا مشروع تجديد شبكة الماء صالح للشراب اللي تشق المنطقة الكل من حدائق العوينة حتى للزويدية وتفوت الزويدية ذيك تولي منطقة ما عادش تبعتنا تبع بلدية المرسى وبلدية كرتاج وأمور تتجاوزنا. الله خير عاد كمش تتبعوا حتى غاديك. لنا لقاء ان شاء الله وباش تعرفوا شنو الجرائم اللي قاعده ترتكب في طريق الحنايه وفي شارع نهج الشيخ النايفر وفي الفوا دو ترون شارع البيئه هذا في زوز بلديات اخرين. خنسيبوا شويه بلديه حلق الوادي زاها باش تشوفوا الجرائم تاع بلديه سكره وبلديه الكرم. وكلمه جرائم بين ظفرين راهو معناتها نجم نكون انا غلط وينجم يكونوا هما صحاح. هاو باش نهبط لكم انا الفيديو ان شاء الله بعد شويه واحكموا انتوما جرائم ولا مش جرائم. هاي الى اللقاء ان شاء الله.